100 جرام منها فيها كمية الألياف اللي جسمك محتاجها طول اليوم. فيها مثلث صحة العظام، كالسيوم، فسفور، مغنيسيوم، مليانة مضادات أكسدة. فيها أوميجا 3 يعني صديقة القلب والشرايين، بتقلل الكوليسترول الضار. قلنا في الأول محتوى عالي من الألياف، يعني صحة للجهاز الهضمي، صحة للأمعاء، طاق لعملية الامتصاص، يعني بتنظم مستويات سكر الدم، بتحسن حساسية الجسم للإنسولين، طبعا بتشبع، وكمان بتدي طاقة طول اليوم بسعرات أقل. ألياف ذاتية يعني لازم نشرب مية بكمية كبيرة عشان بتتحول في لجل في بطني أو في المعدة، وبتملاها وبتديني شبع فترة أطول. طبعا أنا بتكلم النهاردة عن بذور الشيا، مليانة بروتين، فيتامينات كتيرة، غنية بالبوتاسيوم، كمان بتظبط مستويات السوائل في الجسم، وكمان بتظبط مستويات الضغط وسكر الدم. نقدر ننقع معلقتين على كوباية مية ونشربهم، وبعدين نقدر نضيفها على الزبادي، ممكن نضيفها على سلطة، ممكن نضيفها على الخضروات اللي بناكلها، ممكن ناكلها مع فاكهة، ممكن نضيفها على المخبوزات الصحية اللي بناخدها، ممكن نضيفها على لبن. كل دي طرق ممكن اخدها في اليوم، فبالتالي هتستفاد من الحاجات اللي احنا قلناها في الاول. يلا، مين قرر يدخلها بشكل مستمر في نظامه الغذائي بعد الفوائد العظيمة اللي انا قلتها دي؟